هلو هلو، رمضان كريم ومع اوت بوكس دايما متجمعين. النهارده هنعمل ايه بقى؟ وصفه حلوه قوي وطلبتها مني كتير، وهي المكرونه البشاميل جوسي لوسي. تعالوا بينا نشوف طريقتها ايه. تعالوا بقى نشوف المقادير بتاعتنا. معانا مكرونه اللي هي القلم، لحمه مفرومه، شيدر على موتزاريلا، معلقتين جبنه كريمي، زبده، كريمه لباني، طماطم مبشوره، دقيق، بصل مفروم خشن عليه فصين توم، وفلفل سبايسي وده اختياري، جزر مبشور، معانا لترين من لبن. تعالوا بقى نطبق مع بعض وصفتنا. معانا كده حله على النار فيها ملح وزيت. تفضي المكرونه، ما تكتروش الزيت، بس يعني معلقه واحده كفايه علشان المكرونه تبقى مفلفله كده والبشاميل يمسك فيها. معانا كده طاسه على النار، انا حطيت فيها معلقه صغيره سمنه. هننزل باللحمه الاول. انا بحب اعمل التركايه دي عشان ادي صدمه للحمه الاول قبل البصل. بصوا كده اللحمه معانا خدت لون ازاي. هنبدا نقلب على الجهه الثانيه. عايزه اقولك لو جربتي طريقتي في المكرونه البشاميل هتدمنيها وانتي بتقلبي. يعني حاولي تفتتي كده الكتل بتاع اللحمه. بعد ما اللحمه خدت معانا لون كده هننزل بالبصل. البصل مفروم خشن زي ما انتي شايفه، معاها توم. عايزه اقول لكم اصلا ولا حطيت بهارات ولا حطيت حاجه، الريحه جميله جدا. معلقه صغيره بابريكا. اول ما البصل نحس ان هو بقى دبلان هننزل معانا بالجزر المبشور. هو الجزر ده كان عندي في الفريزر، تقدري تبشري لو انتي مش مخزنه يعني. المكرونه لازم تقرش معاكي كده، يعني تقطم معاكي حاجه بسيطه، وده التست بتاعي. عايزه اقولك بتخلي المكرونه مسكره معاكي واللحمه كده جوسي وجميله، ما بتبقاش ناشفه عكس ما بنعمل الجلاش. يعني مثلا الجلاش المصري بتاعنا او الرقاق عموما ما بنخليش فيه اي صوص، يعني بتبقى اللحمه ناشفه تماما، لكن المكرونه بتختلف. وزي اي ست بيت مصريه وموفره مش هستخدم حليب كامل، خدت جزء من ميه سلق المكرونه. تعالوا بقى نعمل البشاميل. حطينا حله على النار ونزلنا هنا الزبده بتاعتنا تسيح. مقدار البشاميل بتاعتك لكل معلقتين زبده 4 معالق دقيق. بعد ما الزبده ساحت هننزل بالدقيق. في ناس بتحط الدقيق على اللبن على الملح على مش عارفه ايه وتضرب ايه بالهاند بلندر او في الخلاط. انا مش من المدرسه دي، انا بحب اعمل التركايه دي عشان احمص الدقيق واطلع الرطوبه اللي فيه، بالتالي ما يعملش ريحه معاكي في البشاميل. جربي التركايه دي وهتدعيلي. ننزل باللبن امتى بقى؟ اول ما نحس او نشوف الدقيق لونه اتغير وكمان ريحته بقت حلوه. في المرحله دي بقى هننزل باللبن، نقول بسم الله. وكمان ميه المكرونه معانا نص معلقه ملح، هننزل برشه بسيطه فلفل اسمر. شايفين قوام البشاميل؟ بصوا اللحمه المفرومه خلاص ما شاء الله استوت، هنطفي عليها. هننزل هنا على البشاميل معلقتين جبنه كريمي ومعلقتين كبار كريمه لباني. عايزه اقولك والله البشاميل بصي هتلاقيه يعني كريمه كده، هيفرق معاكي جدا. يعني لو عملتي الطريقه بتاعتي دي اي حد هيجربها من ايديكي هيعرف الفرق. بصي كده اول ما تحسي ان البشاميل طلع الفقاعات دي وبدا يقلب معاكي يبقى احنا كده تمام والبشاميل بتاعنا جاهز. بصوا بقى انا بعمل ايه. بحط كده بشاميل في الارضيه بتاع القارب. هنشيل شويه كده من البشاميل ده لفوق الوش. ننزل بالمكرونه بتاعتنا في الحله. بصوا بقى كده هنقلب المكرونه وننزله باللحمه. بصوا تخيلوا بقى المنظر والطعم، بصوا الجمال. وهنساوي بقى القارب بتاعنا كويس اهو. جربي بقى يا ست الكل وما تراجعيش ورايا، ما شاء الله تبارك الله. نحط بقى ايه الجبنه بتاعتنا. وكده صينيه المكرونه بتاعتنا جاهزه خلاص. هندخلها الفرن رف وسط على درجه حراره يعني وسط كده، ما تكونش عاليه قوي. هي كده كده كل حاجه مستويه معانا. يلا بينا هنرجع لكم بقى بعد ما تاخد وش معانا. كل سنه وانتم طيبين. وبكده تكون خلصت وصفتنا النهارده. ان شاء الله اشوفكم على خير. كل سنه وانتم طيبين وينعاد عليكم بالخير والبركه، اللهم امين. باي باي.